في لحظة في التاريخ بتكسر الإنسانية نصين. لحظة محدش كان يتخيل إنها تيجي بالشكل ده، مش من إرهابي ولا من مجرم محترف، من طفل زي اللي بيلعب في الشارع، اللي بينضحك في وشه كده وبتبتسم له وبياخد مصروف من أمه. لكن المرة دي الطفل ده مسك السكينة ومش لعب بيها، ده استخدمها في جريمة هزت مصر كلها. طفل الإسماعيلية مش مجرد قضية قتل، ده زي ناقوس خطر بيقول لنا إن الأجيال الجديدة في خطر حقيقي، بدأ من غياب دور الأسرة الرقابي وجهلهم بخطورة الإهمال. القصة بدأت عادي جدا، 2 أطفال من الإسماعيلية زملاء في المدرسة، واحد منهم كان هادي والتاني شكله طبيعي، يعني الأمور طبيعية جدا لحد اليوم اللي انفجر فيه كل حاجة. خناقة بسيطة بين الطفلين، بس في عقل واحد فيهم الخناقة دي ما كانتش عادية، دي كانت تجربة. قرر يعيش الدور اللي شافه في لعبة أو فيلم، قرر ينتقم بس على طريقته، فخد صاحبه وبهدوء شيطاني قتله. وبعد ما حاول يخفي الجثة كأنه بيكمل مشهد من فيلم أكشن. ساعتها الناس كلها سألت نفس السؤال: إزاي طفل يعمل كده؟ فين الخوف؟ وفين الضمير؟ وإيه الأسباب اللي وصلته لحد كده وجمدت قلبه بالشكل ده؟ بس الحقيقة المرة إن الطفل ده مش وحده اللي اتربى على كده، احنا كلنا سايبين أولادنا يتربوا على الانفصال عن الواقع. ألعاب بتكافئك لما بتقتل، أفلام بتقولك البطل لازم يبقى قاسي عشان يعيش، والسوشيال ميديا بتصور العنف على إنه ترند. ولما الطفل كل ده بيختلط بعقل فاضي بتحصل الكارثة. المسؤول الحقيقي مين؟ ومين السبب؟ الأب اللي مشغول طول الوقت؟ الأم اللي بتسكت ابنها بالموبايل؟ ولا المدرسة اللي ما بقتش تلاحظ التغير النفسي في طلابها؟ ولا المنصات اللي بتغرقهم بعنف وأمراض نفسية؟ الحق كلنا شاركنا في الجريمة ديت بطريقة ما أو بأخرى. الطفل ده اتخلق بريء، بس اتغذى على صور وأصوات خلت قلبه يتبلد. شاف الدم أكتر من الحب، وشاف الانتقام قبل ما يفهم معنى الرحمة. جريمة الإسماعيلية مش حادثة استثنائية، دي أول إنذار لمستقبل مخيف. جيل عايش في عالم افتراضي ومش قادر يفرق بين الحقيقة والخيال. جيل بيعرف يموت لكن ما بيعرفش يعيش. تخيل لما اللعب يبقى تدريب على القتل، ولما الترند يبقى هو اللي بيقول للعقل يعمل ايه. مش الحل اننا نمنع التكنولوجيا، لكن الحل اننا نرجع العقل يكون هو اللي ماسك الريموت. كل طفل محتاج يسمع كلمة أنا فخور بيك أكتر من إنه يشوف بلاد على الشاشة. كل بيت محتاج يرجع الرحمة تكون أقوى من الصراخ، وكل مدرسة محتاجة تهتم بالضمير قبل الدرجات. احنا بنخسر جيل مش لأنهم أشرار، لكن لأننا سيبناهم يتربوا لوحدهم، وساعتها حتى الطفل ممكن يبقى قاتل. طفل الإسماعيلية مش مجرد مأساة، دي مراية بتورينا احنا بقينا ازاي. لو ما فهمناش الرسالة النهاردة هنسمع بكرة عن طفل جديد اتربى على نفس الغلط ونفس الصمت ونفس الخطر. ارجع لأهلك، احضن ابنك، اتكلم معاه، لأن اللي مش بيحتوي ابنه بالحب هيحتويه الشيطان باللعبة. احنا مش محتاجين نقول تفاصيل القصة كاملة لأنها معروفة وانتشرت وبقت ترند. اللي محتاجين نقوله إن احنا نسيب أولادنا للإنترنت وللألعاب بدون رقابة. ديت المشكلة الأساسية اللي بنقع فيها كلنا. أي حد دلوقتي ابنه مضايقه أو ببهدله أو حاجة زي كده بيديله الموبايل بتاعه علشان يسكته بيه، من وهو لسه طفل صغير، من وهو لسه ما تعلمش المشي. ودي من أكبر الحاجات الغلط اللي كلنا بنقوم بيها، لأن احنا بنبرمج له مخه من هو لسه طفل. المخ اللي المفروض يتربى على حاجات تانية كتير وأمور تانية. احنا كل همنا إن احنا نريح بالنا، نخليه يسكت، نخليه ما يعيطش، نخليه يعمل أي حاجة بأي طريقة وبأي وسيلة حتى لو كانت غلط.
وده اللي المفروض كلنا ناخد باله منه. احنا اولادنا مش علشان نأكلهم بس ونشربهم ونوديهم المدارس وندفع لهم المصاريف والامور دي كلها، لا، الامور تربية، والوزارة اسمها وزارة التربية والتعليم، يعني التربية فيها قبل التعليم، وده الجانب اللي أهملناه، لا بقى في تربية ولا بقى في تعليم. كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.